صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. بقى عندنا زي الناس اللي كانت متابعة معانا الحلقات عارفين ان الصناعة بتاعة الملابس والمفروشات بقت بتاخد حيز قوي قوي في مصر. عندنا المحلة، عندنا العاشر من رمضان، عندنا جزء برضو موجود في السادات، إلى إننا عندنا مصانع قوية وصناعة قوية بقت موجودة وبتقدم منتجات بتنافس كمان المنتجات المستوردة بشكل قوي. هنا جت الفكرة بتاعة المعرض الدولي لأقمشة التنجيد والستائر، معرض متخصص في الأقمشة الخاصة بالتنجيد والستائر والمفروشات المنزلية. بيتعمل 3 أيام، بيتعمل في شهر ديسمبر من كل سنة، بيتعمل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية اللي في التجمع الخامس من تنظيم شركة فيجن فيرز للمؤتمرات والمعارض. معرض مهم جدا بيخاطب يشوف ايه احدث الترند، احدث الصيحة اللي بتطلع، الطباع اللي بتتعمل، الموديلات الجديدة اللي بتتعمل سواء في التنجيد او الستاير او المفروشات. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.